ريان شرقي. من يدير ظهره للجذور؟ فليتذكر من سبقوه. ريان شرقي، الاسم الذي راهن عليه الجزائريون طويلا، الشاب الذي كبر وسط علم الجزائر، والآن يختار تمثيل المنتخب الفرنسي الأول بدلا من بلده الأم. لكن دعونا لا نفاجأ، فقد رأينا هذا المشهد من قبل. نبيل فقير هو الآخر، أعلن اختياره للجزائر لساعات فقط ثم تراجع بحجة أن اللعب لفرنسا سيفتح له أبواب الأندية الكبرى في أوروبا. والنتيجة؟ انتقال إلى ريال بيتيسا، ثم اختفاء تدريجي عن الساحة الكروية. لا دوري أبطال، لا إنجازات تذكر، فقط ندم لا يقال. ثم هناك المثال الأكبر، كريم بنزيما. برغم اختياره فرنسا وتقديمه مستويات خارقة، كان جزاؤه التهميش والإهانة. كل ذلك لأنه لم يكن فرنسيا بما يكفي في نظرهم. وفي المقابل رياض محرز ابن الجزائر الذي لم يتردد ولم يراوغ، اختار بلده بقناعة، فكانت النتيجة لاعب فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس آسيا للأندية، أول لاعب عربي وإفريقي يحقق ذلك الإنجاز العالمي. لا، لم يمنعه اختياره للجزائر من اللعب في أكبر الأندية، بل أصبح نجما في مانشستر سيتي، حلم كل لاعب على وجه الأرض. الدرس واضح، إذا كنت كبيرا ستلعب مع الكبار دون أن تخون الجذور. ريان شرقي اليوم ظن أن فرنسا طريق المجد، لكن المجد الحقيقي لا يبنى بالخيانة بل بالوفاء. الجماهير التي آمنت به لن تنسى اختياره، لكنه كغيره قد يكتشف الحقيقة متأخرا جدا